السلام عليكم. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة كويسة، يا رب يكون الأسبوع كان جميل يعني معاكم. يا رب ما يكونش في حد شايل مني من الحلقة اللي فاتت عشان مش عارف في حاجات كتير كده. المهم صباح الخير أولا. النهاردة النهاردة ساعتين ماشي. النهاردة 4/12/2024، الساعة 7:08 الصبح. تمام. بحس وقت مميز ان الواحد ممكن يقعد يتكلم، فاهمني؟ بعد كده يبدأ يشوف يومه بقى هيعمل ايه. عاملين ايه؟ كويس. الحلقة بتاعت النهاردة ديت يعني فاهم، انا ذات نفسي مستني ان انا اعملها بقالي كتير، مستني ان انا اعملها بقالي كتير قوي بجد. لانها ممكن تكون اكتر حاجة هعرف اتكلم عليها، لان زي ما تقول كده عارف انت اكتر حاجة تعمقت جواها، فاهمني؟ اكتر حاجة كان في تعمق جواها. ما علينا، نبدأ بإذن الله. قبل اي حاجه بس ما قلتش كتير بقى كتير قوي، ما قلتش على الموضوع دوت. السبسكرايب والشير او الكومنت مهمين جدا ليا، بيفيدوني، بيخلوا القناه تنتشر اكتر. فلو انت تقدر تعمل ده فيا ريت تعمله، يعني فاهم، ما تبقاش لا تتفرجش، لا تتفرج وتخش، فاهم؟ عجبك المحتوى لايك شير سبسكرايب كومنت اي حاجه، فاهمني؟ موضوع سهل يعني. اي الايميلات كلها على السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن تحت. تمام. انا ليه بطلت مزيكا؟ طيب، عشان نجاوب على السؤال ده فاحنا محتاجين نسرد قصتي مع المزيكا من اول ما بدأت فيها لحد ما سبتها. بس مش بالسرد بالتفاصيل بقى اللي هو نجحت في ايه وفشلت في ايه وكل الكلام ده واشتغلت مع مين، لا. زي ما تقول كده اللي هيجي في البال، بس انا هحاول اسرد لك قصة عشان تمسك معايا خيوط مع بعض، فاهمني؟ طيب. انا قعدت في المزيكا سكة 12 سنة. انا عندي 23 سنة حاليا، فاهمني؟ بادئها وانا حرفيا لسه في اللفة زي ما بيقولوا، فاهمني؟ والدي كان مزيكاتي قديم، فزي ما تقول كده شربت الحب للمزيكا وهو صغير، لحد الان لسه بحب المزيكا الصراحه. تمام. طيب. آه كان لسه بقى عارف انت سكه المهرجانات اللي طالعه والكلام ده كله، عارف انت بقى، انت عندك حب استطلاع هو ده اتعمل ازاي. ايه ده في واحد اسمه احمد فيجو بيقول انا عملت الموضوع ده من على الكمبيوتر. ايه ده ازاي؟ بس انت بقى واخد فكره بقى ان المزيكا طول عمرها بقى بتتعمل ازاي، بقى الات واوتار وفرقه ونوتة وفاهم ازاي الكلام ده على الكمبيوتر، ازاي مش عارف ايه، فاهمني؟ لسه بقى مفيش التفتح اللي احنا فيه دلوقتي، فاهمني؟ يعني دلوقتي في عيال عندها 13 سنة و14 سنة بتعمل مزيكا جامدة قوي. المهم، ف فين وفين بقى قعدت اروح واجي لحد ما لحد ما لقيت هذا العاق اللي اسمه اف الاستوديو، فاهمني؟ لحد الان اللي بسجل عليه. آه ف عارف انت بقى تخبيط، انت مفيش توتوريالز على النت، انت مفيش حاجه، انت بتخبط. قعدت اخبط كذا سنه كده، فاهمني؟ اي حاجه بعملها بقى بتبقى منيله ب 60 ليره، بس بالنسبه لي جامده قوي لان انا اللي عاملها، فاهم؟ سنين 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 بدات اخش في حوار المهرجانات بقى، اشتغل في المهرجانات مع ناس، عشت اشتغل في المهرجانات كتير كتير كتير. بدات ان انا اعمل مزيكا في الاول، كذا حد ساعدني وكذا حد علمني حاجات. وبعد كده عارف انت انا من نوع حاجه اخد منك معلومه بس هتلاقيني بعد كده فاهم، طاير لوحدي كده اجتهاد شخصي. المهم كملت بنفس الطريقه ديت لحد ما عملت مولد. كان وقتها كان الاسم ده جامد قوي، كان في 2015 2014 تقريبا، كان اسمه مولد هاشتاج رجلك مش شايلاك. هاشتاج رجلك مش شايلاك. كان اسمه ده كان جامد قوي وقتها، ده كان اسم روش قوي وقتها وكاتشي، فاهم؟ كان معايا واحد اسمه محمد السادات كان بيقلد صوت السادات ومش عارف ايه، وانا لاعب مزيكا بقى وبريكات ومش عارف ايه، ايام فاهم. المهم يا باشا المولد ده نزل انتشار كبير، جاب مليون فيو. بعد كده عملنا منه جزء تاني جاب نص مليون فيو، الجزء التالت جاب ربع مليون فيو. بعد كده كل ده اتمسح، فاهمني؟ الحمد لله انه اتمسح.
كنت زعلان ساعتها قوي ان هو اتمسح الكلام ده. بعد كده قلت لا كويس ان هو اتمسح. لحد الان في تشانلز منزله المولد ده، بس مش عارف امسحه. المهم، بعدها بفتره بدات ان انا اخش في حته الراب. كنت بحب قوي فيلم ميكروفون، لحد الان لسه بحب يعني. فيلم ميكروفون كده زي ما تقول كده هو اللي فاهم جامد ده. طب ما يلا فاهم. بدات اخش بطريقه معينه. الكلام ده مثلا ممكن نقول في اول 2016 2017. بدات ان انا اعمل بيتس عادي، بيتات مزيكا برضه. أه واحده واحده بقى في يعني مش فانز، في ناس بتسمع، في ناس معروفه دلوقتي كنت باخد منهم الريسبكت. واحد زي ال 5، يعني ال 5 كنت باخد منه الريسبكت. معظم النجوم اللي بتوع دلوقتي كنا بنقعد مع بعض على قهوه فاهم. انا بحكي لك كل ده ليه؟ عشان انا جاي لك في الاخر فاهم. انا بحكي لك كل الحلو عشان تعرف في الاخر الحلو ده اتقلب بايه. ف مع الوقت عمال اكبر. اتعرفت على ناس لحد الان صحابي. اشتغلت معاهم في المزيكا، اتعرفت على ناس تانية، اشتغلت مع ناس كتير قوي في المزيكا، ناس كتير قوي. بعد كده بدات ان انا الليركس بقى وراب وكده، اكتب ليركس وراب. بعد كده دخلت في حته هندسه الصوت، لان انا كنت حاسس ان انا فاشل قوي فيها وضعيف قوي فيها، لحد ما بقيت الحمد لله يعني فاهم. اقدر اقول ان انا جامد فيها، جامد بقى، مش حلو فيها، جامد. فاهم. آم، اشتغلت على نفسي كتير في المجال ده. الاوضه اللي انا قاعد فيها دي دلوقتي دي ما كانتش بالشكل ده، يعني معظم الاكوستيك فوم اللي على الحيطه ده كان في منه اكتر، لان الاوضه دي كانت استوديو، كانت هوم استوديو وكانت استوديو. الاوضه دي دخلها كميه بشر. فاهمني. اللي بيغني واللي بيكتب واللي بيعرف يلعب على آلة معينة واللي بيجي يقعد فاهم. عايز يقعد بس يتكلم في موضوع المزيكا، واللي نفسه يخش في المجال، واللي الأوضة دي أنا لو عديت اللي دخلوها ممكن يعدوا فاهم. لا يعدوا رقم كبير، رقم كبير قوي فاهمني. عملت تراكات مع ناس كتير قوي قوي، وعملت تراكات لنفسي كتير قوي. في اخر فتره كنت بعمل حاجه زي ترندات كده فاهمني، اللي هو مثلا حاجه دريل كده، اللي هو زي طلعت وحيد عيل ركبته دريل فاهمني. فهكذا على الدريل ده نوع مزيكا جنرال في الهيب هوب عامه يعني. المهم، فبعدها تعالى بقى نتكلم على حسني في خلال الفتره دي كلها. حسني كان ايه، او حسني كان بيعمل ايه في حياته؟ يعني ده شغله او ده المجال او ده المهاره اللي عنده. يعني ممكن نقف هنا نرجع بس نشوف حسني كان ايه، او حسني كان بيعمل ايه في حياته. فهنيجي نبص حسني ما كانش. بص لما باجي ببص دلوقتي على حسني وقتها، بقول حسني ما كانش بني ادم. آه، افتكر الفترة دي كبني ادم كشخصية او كنفسية، واقول لا كان كويس. ما كنتش الشخص الكويس ازاي. في فترة اكيد كنت لسه عيل صغير مش فاهم حاجة. ف ما فاهم، وفي نفس الوقت اللي هو النصيحة مش بتيجي قوي فاهمني، ولا من اهل ولا من حد. زي ما تقول كده طحت وسواح بقى من هنا لهنا لهنا لهنا، والدنيا بتمشي. المهم مع الوقت يعني لما باجي ببص بقى على الفترة اللي انا كنت واعي فيها فاهمني وكبرت فيها، اللي هو مثلا ممكن نقول مثلا من 15 سنة او 16 سنة لحد مثلا 20 21. حسني ما بيهوبش ناحية الجامع غير كل 3 شهور مرة مرتين. يعني صلاة مفيش. طيب حسني كل فلوسه من المزيكا فقط، ورافض ان هو يشتغل عند اي حاجة، يعني عند اي حد او عند اي حاجة. ودي نقطة نبقى نتكلم عليها يعني فاهمني. انا كنت هوقع الفون دلوقتي كانت الدنيا هتتبهدل. الحمد لله ماشي. حسني كانش عامل اهتمام لاي حد، كل اهتمامه ان هو يجيب فلوس ويعمل مزيكا هو بيحبها، يسهر، ينزل يقعد مع الناس، يعمل علاقات حلوة وحشة بقى مش مهم، بس هو بيعمل علاقات فاهمني. ف
حسني كمل على كده لحد ما تفهمش ايه اللي بيحصل بالظبط بقى، حسني كبر ولا ايه بالظبط، فبدأ ان هو زي ما تقول كده في اخر فترة دي بدأ ان هو يصلي. حاول كذا مرة وكل مرة يرجع تاني ما بيصليش، بس المرة دي كمل يعني، فاهمني يعني، الحمد لله. فلما حسني بدأ يصلي بدأ يحس ان في حاجات غلط. ايه ده؟ لا ايه ده؟ يعني اما بدأ يصلي واحدة واحدة بدأ يقرأ قرآن، فبدأ يقول هو ليه انا بعمله ده؟ فاهمني؟ مش على المزيكا بس. بص، المزيكا هي الوش كده بتاع القدرة، فاهمني؟ طب اللي تحت بقى ايه؟ تعالى بقول لك اللي تحت ايه. حسني بدأ يبص ان المزيكا بتخليه يعرف علاقات، أو بتخليه يكون علاقات مش كويسة لأي بني آدم، مش كويسة لأي بني آدم. تمام؟ طيب حسني بسبب، مش بسبب بالظبط، بس حسني المزيكا كانت مخليه مدخن شره. حسني المزيكا خلته لمدة سنتين أو ثلاثة بيشرب، فاهمني، مخدرات. حسني لمدة سنتين ثلاثة برضك علاقاته مع الحريم، فاهم، سيئة جدا. يعني ربنا يعافينا ويعافيكوا، فاهمني. ف انت فين يا مان؟ انت بتعمل ايه؟ فاهم؟ اللي هو ايه ده؟ ايه القرف ده؟ فاهم؟ فانا بكلمك بكل وضوح وصراحة، اللي هو ايه القرف ده؟ فاكر ان انت كنت مبسوط بقى، بس انت مبسوط عشان مش عارف ان ده صح ولا غلط، انت مبسوط ان انت بتعمل ده بس. طيب مع الوقت بدأت ابص لك كمان من ناحية الفلوس، اللي هو يعني انا اخر سنة ليا في المزيكا من تراكات، انا بس من ارباح تراكاتي في خلال تقريبا 5 6 شهور كنت عامل $1000 و$1000 على تراكات انا بالفيوز اللي كانت بتيجي عليها. ده مش رقم قليل خالص، ده غير الفلوس اللي كانت بتجيلي من الريكورد للناس وان انا اعمل تراكات لناس وي. هقول لك اقل مثال، اقول لك مثال قصدي، اقل تراك كان بيتعمل عندي كبادجت كامله بقى، انت بتتكلم في 1000 جنيه. فانت عد مثلا انا بعمل مثلا 5 6 تراكات لناس في الشهر، والمزيكا مثلا او التراكات بتاعتي انا بتجيب لي مثلا $200 في الشهر، اتقضت، فاهمني؟ انت مش محتاج حاجه تانية. طيب الفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي بتتبخر. طب بتتبخر في ايه؟ على اكل، على سجاير، على لبس، على حريم، فاهم؟ كلام بجد. انا كل فلوسي كانت ضايعه في الحاجه اللي انا شايف فيها ملذه، انا شايف في الحته دي يلا، فاهمني؟ انا بحب الحاجات دي، انا بحب. ف فاهم؟ فانت فاهم، انت تحس ان انت بقى يعني ساعتها كنت حاسس ان انا لما بدات افهم الموضوع كنت حاسس ان انا مسخ، او ان انا ايه اللي انا بعمله ده، فاهم يعني؟ طب هل دي طبيعتي؟ يعني هل دي طبيعه الانسان اصلا؟ لا. او هل دي طبيعه حسني؟ لا. بس معلش، المزيكا طلعت لي حاجتين، او المزيكا هتفيدك وهتضرك في حاجه، هتفيدك في حاجه وهتضرك في حاجه. ايه الحاجه اللي لا، ايه الحاجه اللي هتضرك فيها؟ الحاجه اللي هتضرك فيها ان انت طول ما انت في بيئه المزيكا فانت مش هتعرف تقرب من بيئه صحيه مثلا، او علاقه كويسه مع ربنا. ممكن تقرب شويه، بس في نفس الوقت في حاجات كتير انت بتعملها غلط وعارف انها غلط، بس مش قادر تبعد. ليه؟ لان انت وسط البيئه دي. طيب، طب انا ايه اللي خلاني اشرب مزيكا؟ ما انا بقعد مع ناس. يعني انت لو هتقول لي نفسك ايه اللي خلتك تشرب، فلا يا حبيبي، انت بتقعد مع ناس بتشرب، مره مع مره مع مره بقى عندك حب استطلاع، شربت، عجبك الموضوع، فبقيت بتشرب على طول. انا واحد من الناس كان بيخش لي الحاجه ما بدفعش فيها فلوس وانا قاعد مكاني في استوديو، فاهمني؟ فصباح الفل، انت الحاجه بتجيلك على الجاهز اصلا وببلاش، يعني وببلاش. طيب آه ف طيب طب البنات او الحريم، طيب مش طبيعي، مش منطقي ان انتوا طول ما انت ماشي في الشارع هتقابل واحده شمال. مش منطقي. يعني بكلمك دلوقتي كده، فاهم، رجاله مع بعضينا بقى. ولو في بنت، فاهم، تحاول تسكيب الحته دي، او لو عايزه تسمع، انا مش هقول لفظ خارج يعني، بس ممكن يكون الكلام شديد شويه. مش طول ما انت ماشي في الشارع هتقابل واحده شمال، بس في المزيكا هتقابل كتير شمال، كتير قوي، كتير قوي.
وانت في المزيكا حته ان انت تكون بتشرب وتكون في نفس الوقت قدامك الحاجات ديت، فانت فاهم هتجيب قوه نفسيه منين او صلابه نفسيه منين ان انت تستحمل او تقول لا للحاجات دي أو. انت واقع، انت في كل حاجه غلط، انت في بحر كله غلط. طيب صحابك، مع الوقت حتى لو انت صحابك بره المزيكا مره واحده، مع الوقت هتلاقي صحابك من جوه المزيكا. ليه؟ لان انت بتحاول تدي المكان ده كل وقتك، كل كل حاجه تحاول تديها نفسك على قد ما تقدر. ف آه، مجال المزيكا، يعني أنا لسه جايلك في الافاده، بس مجال المزيكا على قد ما هو هيفيدك في حاجات، تمام، على قد ما هو هيبقى وحش معاك قوي في حاجات. ف يعني انا جايلك في الافاده بس اكمل لك النقطه دي. صدقني لو المزيكا كانت ممكن تخليني مثلا، يعني انا مثلا عارف انت لو هي فعلا زي يعني هي كده كده حرام، بس عارف لو انا فضلت في المزيكا وكنت قادر ان انا اصلي وكنت قادر ان انا يبقى عندي قوه نفسيه وصلابه نفسيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، كنت ممكن افكر ان انا اقدر اكمل. بس للاسف انت هتخش جوه المجال ده مع الوقت هتبدا برضك تنتكس. ليه؟ لان انت غصب عنك هترجع تاني لعلاقاتك القديمه، هترجع تقعد مع ناس في استوديوهات، هترجع الكلام ده كله هو اللي بيرجعك لورا. الكلام ده كله هو اللي بيرجعك لورا. بص، مفيش استوديو فيك يا مصر بتاع مزيكا وبيتسجل فيه تراكات او اغاني، يعني زي ما تقول كده اقولها لك كده، لو بيدخلوا ملايكه مفيش. فمعلش، لو انت ايه، انا دلوقتي يا عم خلاص بدات اصلي مش عارف ايه، انا بخاف دلوقتي، يعني في ناس صحابي بيكلموني بيقولوا لي تعالى اقعد معانا في الاستوديو، انا بخاف اروح اقعد. ليه؟ لان انا عارف هروح هناك ممكن اتحمس اللي هو ما تيجي نجرب دي احنا بس واحنا قاعدين في القعده كده، حد يعزم عليها بسجاره، هي مره يا عم فاهم. بس هي الفكره ان انت قاعد وسط الشياطين، يعني مش الناس الشياطين، انت قاعد وسط شياطين عارفين ازاي يشغلوك انت دلوقتي، وكل اللي قاعدين معاك في نفس المكان ده عارفين ازاي يشغلوهم، عارفين ازاي يشغلوا كل الناس دي دلوقتي، فاهمني؟ فطبيعي جدا ان انت ما يبقاش عندك اي قوه نفسيه. ليه؟ لان انت اصلا رايح حته مش هتلاقي فيها قوه نفسيه، من الاخر مش هتلاقي حد يحوش عنك، انت رايح هناك برجلك. ربنا قادر ان هو يحوش عنك، بس معلش ما تحطش نفسك، عارف انت اللي هو بيقول لك ايه، يعني ربنا بيقول ايه، اعقلوها وتوكلوا، او اعقلوا وتوكلوا، يعني مش فاكر الايه بالظبط، بس في الاخر انت عارف انت رايح مكان هتهلك فيه لو رحت هناك، بتروح ليه؟ طيب، زي ما كان بالظبط اللي هو اجي قدام القطر، اقف قدام القطر وهو ماشي واقول مش هيموتني، لا هيموتك، لا هيموتك، يعني هتقول لا ربنا هينجدني، لا ربنا هينجدك لو انت عندك عقل، ما هو اعقل وربنا فعلا هينجدك. انما انت فاهمني، هو ربنا قادر على كل شيء، بس معلش انا جاي اقف قدام القطر بكامل ارادتي واقول لا مش هموت عشان ربنا هينجدني، فين عقلك؟ ما هو المنطق حلو برضه، فاهمني؟ طيب، ف اللي عايز اقوله في النقطة ديت ان المزيكا بشكل عام بتدمرك نفسيا جسديا صح، يعني بتدمرك عقليا، بتدمرك. طيب، ممكن نيجي حتة الإفادة. المزيكا بتخليك تخش أي مجال وأنت حاطط رجل على رجل، أبصر لك بالعشرة على حاجة زي كده. ليه؟ لأن أنت في المزيكا بتتعامل مع حاجات معقدة جدا، كمزيكا بقى بتتعامل مع حاجات معقدة جدا. لما تيجي تخش أي مجال تاني، فين التعقيد يا جماعة؟ فين الصعوبة في ده؟ يعني أنا حاليا جرافيك ديزاين، أنا لما دخلت المجال كذا حد وكتر خيره حاول يقف جنبي ويعلمني اللي هو ممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا. يعني ما انا عارف الحاجات دي كلها، الحاجات دي بالنسبه لكم بتبقى جديده على حد، فانا عارف الكلام ده. فاكتشفت ان مجال المزيكا معقد جدا، لحد الان ما دخلتش مجال وحسيت ان هو معقد اكتر من المزيكا. بحس على طول ان هو سهل، بس محتاج بس ان انا اعرف المجال ده بيمشي ازاي، اعرف الاساسيات بتاعته، وبعد كده ابدا انا اجود من عندي، اعرف مبادئه كلها وبعد كده اكسرها. انا هذا الشخص، عرفت مبادئ مجال تمام اكسر، فاهمني؟ انا بحب اقفل اللعبه بدري. ف آه
فالمزيكا هتخليك تخش اي مكان انت حاطط رجل على رجل، وخيالك هيبقى واسع جدا 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 جدا. خد بالك مهارة الكتابة دي مش عند اي حد، فاهمني؟ طيب انا بقى بطلت ليه؟ اول حاجه عشان اول حاجه اللي قلت لك، انا لقيت نفسي خلاص انا بدات افوق. اول ما بدات اصلي بدات افوق، يعني فعلا بقى ان الصلاه تنهي عن المنكر والفحشاء، ان الصلاه تنهي عن المنكر والفحشاء. فبدات فعلا اللي هو طيب تمام، يعني انا عمال اغضب ربنا، عمال اذنب، عمال اعمل حاجات كتير قوي غلط، مفيش يعني مش لاقي حاجه صح، مش لاقي حاجه صح. الفلوس منها طيب، يعني الفلوس منها تعوض اللي بيحصل مثلا. لا، الفلوس منها هي اللي بتيجي زي ما هي جت من الاخر، بدل هي جت من الحرام بتتصرف على حرام من الاخر. ساعة بالله والله العظيم والله العظيم والله العظيم معظم الفلوس اللي جبتها من المزيكا بتتقطع لوحدها. والله العظيم معظم الفلوس اللي جبتها من المزيكا بتتقطع لوحدها. ف ده غير انت حالتك النفسيه، انت على طول عصبي، انت على طول مقرف، انت على طول مش عارف تتعامل مع الناس، مش عارف تتعامل مع حد، شايف الناس كلها حمير، انت لوحدك اللي فاهم. المزيكا بترفع عندك الايجو اللي هو الغرور، يعني اللي سابع سما، بتخلي عندك ايجو وحش قوي، يعني فاهم؟ يعني درجة غرور يا لهوي، فاهمني؟ ممكن تكون انت مش حاسس بيها، بس الناس اللي حواليك هتقول لك ان انت لا انت مغرور قوي او تنك، فاهم؟ ف وبشوفه شيء بديهي ان انت بتعمل حاجة معقدة جدا، او حاجة تكون يعني الى حد ما شيء عبقري، انت بتبدع حرفيا. ف يعني انت لو تيجي تقول لي مثلا انا دلوقتي شغال جرافيك ديزاين، لو قلت لي مثلا الديزاين او المزيكا اصعب، اقول لك لا المزيكا طبعا اصعب، المزيكا اصعب بكتير 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 قوي، بكتير قوي قوي قوي. في فرق، لا في فرق شاسع، في فرق شاسع. ولذلك يعني ممتن للمزيكا في نقطة ان انا في سكة مثلا اقل من سنة. للي يفهم يعني انا عديت مرحلة الجونيور، فاهمني؟ وانا بقولها لك اهو، يعني اقل من سنة كمان انا بقول لك انا هوصل سينيور. ليه؟ لان الموضوع بالنسبة لي هو مسألة وقت. انا عارف انا هعمل كذا 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 هوصل لكذا. ليه؟ لان الابداع موجود، الفن موجود، انا عارف ان انا فنان، فاهمني؟ شفت الايجو بقى؟ طيب فجيت قلت يعني انا المزيكا واحد اتنين تلاتة اربعة بتخليني كده وفلوسها كده، طب انا ايه اللي جابرني؟ بحب المزيكا، انا يعني انا هفضل متعلق، فاهم؟ قعدت فترة كده اللي هو عمال افكر في الموضوع، انا مش عايز اسيب المزيكا، انا بحب المزيكا بدرجة انت مش فاهمها، بحب المزيكا لدرجة انت مش فاهمها. ف حتة ان انا اجي ابطلها دي، كان حوار بالنسبة لي صعب قوي قوي قوي. فقلت طيب انا هاخد الخطوة، بس هعمل شوية ابحاث كده. ازاي؟ بدأت ان انا اخش اتفرج على كذا فيديو ليه علاقة بالموضوع ده، واعرف فعلا المزيكا ايه بالظبط، وي. فلما دخلت شفت الكلام ده قلت لا بص، انت بطل، ده احسن لك واحسن للي حواليك، وربنا مش هيضيع تعبك، اللي هو انت سبت حاجة لاجل ان ربنا يبقى راضي عنك. فسبت المزيكا. اللي عايز اوصله لك من كل الكلام ده ايه بقى؟ اللي عايز اوصله لك في نقطة واحدة، انا عايز اوصلها لك من كل الكلام ده. انا ما حكيتلكش بتفاصيل، انا ما حكيتلكش انا عملت ايه بقى المجال ده، ما انا جبت لك اللي على الوش، النقطة الحلوة فيه والنقطة الوحشة فيه. من على الوش مش هدخلك في تفاصيل، يعني عارف انت اللي هو انا بقول لك من على الباب كده، انت لو دخلت هيحصل 1 2 3 4، لو دخلت هيحصل 1 2 3 4. التفاصيل بقى اللي جوه او البهاريز اللي جوه ماليش فيها، كل واحد تفاصيله بتختلف. ف
كل اللي انا عايز اقوله لك لازم تفكر كويس قوي. فكر يعني، اقعد مع نفسك كده. لو انت يعني، انا هحاول اشير الفيديو ده على قد ما اقدر. انا لسه لاقي في ناس عندي على السوشيال ميديا كتير قوي من الناس اللي بتراب، اللي بتعمل مزيكا عموما. انا هبعت لهم الفيديو ده مخصوص. اقعد فكر مع نفسك واسال نفسك الاسئله دي اللي انا هقولها دلوقتي دي. السؤال الاول: انا بستفاد ايه من المزيكا؟ طيب. السؤال التاني: انا اصحابي من بره المزيكا ايه المزيكا ولا من جوه المزيكا؟ وعلاقتنا مع بعض عامله ازاي؟ بنعمل ايه؟ بنروح فين؟ بنقعد ازاي؟ بنتكلم في ايه؟ طريقه كلامنا عامله ازاي؟ طب هل انا بشرب؟ ولو بشرب ايه اللي خلاني اشرب؟ وبشرب مع مين؟ وبشرب ليه؟ طب انا علاقاتي مع الناس عموما حلوه ولا وحشه؟ طب انا الناس بالنسبه لهم انا كويس ولا وحش؟ وما تجيش تقول لي لا انا كويس. ما انت يعني ما تجيش تقول لي انا كويس، الناس اللي شايفاني في المزيكا كويس. ما احنا كلنا كده في نفس الكفه. بص بقى على الكفه التانية، يعني اخرج بره السين خالص، تمام؟ وبص كده من بعيد. ها، شايف ايه؟ روح لحد مثلا يا عم شغال في بنك، فاهم؟ اتعرف عليه واتكلم معاه وتعامل معاه وفهمه حكايتك وفهمه دنيتك وفهمه كل حاجه، فاهمني؟ خليه يتعامل معاك. مع الوقت هتلاقيه فاهم بيقول لك انت فيك حاجه غلط. احنا بنشوف بقى لما كنا في المزيكا كنا بنشوف انت فيك حاجه غلط، ده انا مختلف. انتوا كلكم اصلا كده كده فاهم عبيد وروبوتس ومش عارف. احنا مختلفين، احنا بتوع مزيكا، احنا بنقول الحقيقه مش عارف ايش فين. الحقيقه لا. الحقيقه مش كده خالص. للاسف عايز افهمك حاجه، هم اللي صح. نسبه كبيره هم اللي صح. هتضحك علينا، تمام؟ مش عيب ان انت تطلع طاقتك او اسلوبك او شخصيتك على الليركس، مش عيب خالص. آه، العيب ان انت ما تعرفش تطلع دوت وتستخدمه في الحقيقة، مش في تراك، مش بصوتك بس. ف اسأل نفسك الأسئلة دي. اسأل نفسك انا البنات اللي اعرفها دلوقتي عاملين ازاي وانا عارفهم منين. اسأل نفسك انا علاقتي باهلي عاملة ازاي. اسأل نفسك انت زنيت كم مرة بسبب المزيكا. اسأل نفسك انت كم مرة دخلت فلوس من المزيكا، والفلوس دي راحت فين وطارت ازاي واتعمل بيها ايه، ولو جبت بيها حاجة فيها فين دلوقتي. اسأل نفسك انت تفكيرك دايما في ايه. سيب تليفونك، سيب كل حاجة واقعد اسأل نفسك كده، اقعد اسأل نفسك. طب اسأل نفسك، طب وبعدين؟ ايه بعد يعني ماذا بعد كل ده؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ اسأل نفسك. صدقني هتلاقي إجابة لكل دوت باللي هو انا لازم امشي من المكان ده، لازم ما اكملش. ف امن على حالك يا صاحبي. خد بالك من نفسك، خد بالك من دنيتك. انا عارف ان هو مش عارف الفيديو ده هيبقى طويل، بس هو مش هيبقى طويل قوي يعني. ف خد بالك من نفسك، خد بالك من صحتك، خد بالك من كل حاجة. خد بالك من صلاتك ودينك، لان والله العظيم لو بتعمل ايه الصلاة قادرة تخليك كويس. في ظل كربك امسك في الصلاة. وارجع اقول لك في تفاصيل كتير قوي انا ما حبيتش احكيها، لان انت ممكن لما احكي لك التفاصيل دي تبص لي نظره اللي هو ايه يا اخي كل ده، ايه القرف ده كله، فاهمني؟ ايه القرف ده كله؟ انت ازاي كنت بتعمل كل ده؟ ده غير برضك طبعا ما حكيتلكش على الخناقات وشغل بقى الجانج فاهم والكلام ده والهدوم والسلاسل ما حكيتلكش كل ده، لان التفاصيل بتفرق من بني ادم لبني ادم. فأمن على نفسك يا صاحبي، خد بالك من نفسك، وإن شاء الله خير. سلام.